هاي. الفيديو ده من يومين في حياتي كطالبة أولى ثانوي. بصراحة بحاول أخلي يومي أبسط شوية وأعمل اللي عليا من غير ضغط، زي إني أنظم وقتي حتى لو بشكل بسيط وأسيب لنفسي وقت أرتاح شوية. ومش لازم كل حاجة تبقى بيرفكت، المهم أعمل اللي أقدر عليه وخلاص. فده كان يومي كده، يلا نشوف حصل ايه. لو انت مش عارفاني اتجولي في قناتي هتعرفيني. هاي جايز، كيفكم؟ فيديو اليوم هيكون عن روتيني اليومي ومفيش مدرسة. بصوا يا أصدقائي، أنا صحيت الساعة 28 دقيقة كده بالظبط، الساعة 8:30 دلوقتي. المهم، أول ما صحيت بقى متأخر ومعرفش إن مفيش مدرسة، بس الحمد لله طلع مفيش مدرسة. المهم النهاردة عايزين، بصوا، نعمل حاجات كتيرة جدا 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 جدا، عشان انا بقيلي يومين كده ما بفتحش كتاب، ما بفتحهوش حرفيا. فعايزين بقى النهارده نقعد نذاكر وكده. اولا كده انا وريتكمش حاجه كده، إيه رايكم؟ جبت كوبايه جديده، بصوا بشاليمو كده كيوت، حبيتها قوي. وجبت مايك، ايه رايكم؟ بس هرجعه عشان بيعمل صوت كده، فعشان كده مش هستخدمه عشان ميبقاش حرام عليه، بس هجيب واحد غيره ان شاء الله. بس دي كوبايتي. المهم يعني يلا بقى، عايزين نشوف هنعمل ايه الصبح كده. فتحش فتحت الفيديو. شو الخاتم؟ خليني اقول لكم حاجه كده، مش لازم تبقي مثاليه عشان تنجحي، ولا لازم تذاكري طول اليوم عشان برضو تنجحي. بصوا، انتي مش آلة، عادي تتعبي وعادي يجي يوم تحسي انك مش قادرة تعملي اي حاجة، بس ده مش معناه انك فاشلة ولا انك مش هتوصلي. الموضوع كله انك تبدأي حتى لو بشوية صغيرين. كل مرة بتفتحي فيها الكتاب حتى لو تركيزك مش كامل، انت كده بتقربي خطوة. يمكن مش شايفة الفرق دلوقتي، بس مع الوقت هتلاقي نفسك اتغيرتي. مفيش حد بيبدأ وهو جاهز، ولا حد بيبدأ عنده حماس طول الوقت. كلنا اوقات بنيجي ما بيبقاش عندنا حماس، بس الفرق الحقيقي ان في ناس بتكمل حتى وهي تعبانة، حتى وهي مش حاسة بأي طاقة. مش لازم تعملي كل حاجة مرة واحدة، اعملي حاجة واحدة بس وخلصيها، وبعدين خدي بريك وكملي تاني. ومفيش مشكلة لو وقعتي شوية، المهم ترجعي. خليكي دايما فاكرة ان كل دقيقة بتذاكريها حتى لو بسيطة بتقربك من حلمك ومن المكان اللي انت عايزة توصلي ليه. فلو النهاردة كان صعب مش مشكلة، ابدأي من دلوقتي حتى لو صفحة واحدة، حتى لو 10 دقايق بس، عشان البداية الصغيرة دي هي اللي بتعمل كل الفرق. خدي نفس كده وابدأي، وصدقيني وانت هتقدري. قومي بقى وابدأي، مفيش وقت للتأجيل ولا للتفكير الكتير. اعملي اللي عليكي حتى لو مش حاسة بطاقة، اعملي اللي تقدري عليه حتى لو بسيط. ما تنسيش تبقي جاهزة عشان تبدأي. ابدأي وانت مش جاهزة عادي، ذاكري حتى لو مش مركزة 100%، وكملي حتى لو تعبانة. اعملي خطوة صغيرة وبعدين خطوة تانية، ومع الوقت هتلاقي نفسك وصلتي. ما تقارنيش نفسك بحد، ركزي في طريقك انتي وبس. ولو وقفتي يوم ارجعي تاني، ولو تعطلتي كملي عادي. مفيش حد بينجح من اول مرة، بس في ناس بتكمل وده الفرق.
فخدي نفس كده وابدأي دلوقتي، عشان كل دقيقة بتضيعيها كان ممكن تقربك من حلمك. بجد بجد الجو تحفة. الخير، الساعة 8:30 صحيت من النوم اهو يا اصدقائي، لقيت النور قاطع والمطرة كانت مطرت بالليل، بس بجد الجو تحفة وطلع مفيش مدرسة. اكتر حاجة فرحانة بيها والله في اليوم ده ان مفيش مدرسة، عشان انا ما كنتش مذاكره له خالص، عشان امبارح كنت بجيب مايك فجيت متأخر، فمعرفتش اذاكر خالص، وقعدت بقى صراحة ومسكت الموبايل وكده. فبجد انا متضايقة جدا، فعايزة النهاردة اعوض، فاصحى من النوم الاقي النور قاطع. مش انا بقول ان انا اعوض؟ فالمهم هنشوف هنعمل ايه النهاردة، وتعالوا اوريكم المايك اهو جبته يا اصدقائي، بجد تحفة. شوفوا بقى، استنوا فيديوهات نارية شرارية، وبالكواليتي بتاعتها بقت احلى، واللينج لايت اتعمل، فما شاء الله ان شاء الله هتبقى تحفة. بصوا بقى جبت دي، بصوا بقى هي بتستخدم لتايب سي، وانا موبايلي مش نوع تايب سي، نوع العادي، فرحت جايباله توصيلة كده اسمها اوتو جي، فيعني لو حد يعني حاجات وكده. بس في مشكلة برضو، يعني انا مشكلة عندي برضو، عايزكم تقولولي لو انتوا عارفينها. انا عندي في الموبايل بتاعي عشان اوتو جي يقعد في السماعة، بيقعد مثلا في المايك بيقعد 10 دقايق بس، والاوتو جي يقفل، فاروح اضطر ان انا افتحه تاني، فالمايك يفصل، فكل 10 دقايق لازم المايك يفصل. طب انا مثلا لما اعمل لكم فيديوهات طويله وكده، فانا مش عارفه اعمل ايه، فلو حد عنده حل ممكن بعد اذنكم تكتبولي في الكومنت. بس فعلا نجربه دلوقتي. اوكي هجربه وارجع لكم. كده انا بستخدم بدون موبايل، ماشي؟ شوفوا بقى بدون مايك، مش فاهم كده بقى بمايك، ايه رايكم؟ يا ترى الصوت حلو ولا انتوا ايه؟ قولولي كده. المهم بقى، فده كان المايك، يا ريت يكون عجبكم وكده، والكواليتي بتاعته بقى احلى. واللي عايز يعرف ايه دي واصلة للشاحن. اوكي دلوقتي بقى يلا نشوف هنعمل ايه. دلوقتي بقى النور قاطع، فانا مش عارفه صراحه اذاكر خالص والنور قاطع كده. فانا صراحه صحيت من النوم، صراحه مسكت الموبايل، صاحيه من الساعه 7 كده اعتقد، او 7:30، عشان المدرسة، وطلعت في الآخر الحمد لله ما فيش مدرسة. فأنا صراحة هقعد شوية لحد ما النور يجي، ونشوف هنعمل ايه في يومنا. بس اهو يا أصدقائي رجعلكم الساعة 2:10، قولولي ده كله بتعملي ايه؟ هقول لكم. أنا نمت، بص كنت تعبانة، وكانش لسه النور جه، فروحت نايمة بقى عشان بجد كنت تعبانة. فنمت بقى وصحيت على الساعة 12:30 كده. اوكي وبعدين عملت الفطار، وهنفطر بقى دلوقتي. وبس دي الأخبار بقى. وبعد ما نخلص فطور هنبدأ بقى نذاكر، عشان كده احنا بنتدلع. دلوقتي بقى انا هفطر، عملت النهارده الفطار مختلف شوية. اوكي وجبت عصير ومية عادي،
وبسمع كده فيديو وانا قاعدة. فبس. حاليا انا هبدأ دلوقتي اذاكر. آه، وانا بذاكر فكرت قد ايه الايام بتعدي بسرعة، وان كل يوم بيعدي يا اما بيقربني يا اما بيبعدني. مش لازم ابقى شاطرة طول الوقت، بس على الاقل احاول اركز، احاول اكمل حتى لو نص تركيز. الفكرة مش في المثالية، الفكرة اني ما بقاش واقفة مكاني. يمكن النهاردة عادي مفيش انجاز كبير، بس يمكن كمان هو البداية لحاجة اكبر. انا بذاكر عشان نفسي مش عشان حد ولا عشان مقارنة، عشان في يوم من الايام ابص ورايا واقول انا تعبت ووصلت. فحتى لو الموضوع تقيل انا هكمل، حتى لو خطوة صغيرة، بس مش هقف. عشان كل مرة بقعد فيها هنا وبفتح الكتاب انا بختار نفسي. ويمكن وانا بعمل كل ده افتكرت ان مش كل حاجة لازم تبقى حوالين الناس. مش لازم دايما استنى حد يهتم ولا استنى حد يديني قيمة. في حاجات كتيرة انا اولى بيها، زي اني اركز في نفسي وفي مستقبلي وفي راحتي. الصداقة حلوة طبعا، بس الاهم تبقي مرتاحة فيها، مش مضغوطة ولا بتحاولي تبقي حد تاني، ولا في وقت حسيتي انك لوحدك. ده مش وحش زي ما فاكرة. يمكن ده الوقت اللي تقربي فيه من نفسك اكتر، تحبيها وتفهميها وتديها اللي كانت مستنياه من غيرها. مش كل حاجة لازم تبقى ناس، في حاجات كتيرة ممكن تعيشيها مع نفسك وتبقي مبسوطة. فخليكي دايما في صف نفسك وركزي في حياتك انتي، وساعتها هتلاقي كل حاجة بتيجي لوحدها. حاليا الساعة رجع لكم، الساعة 5 إلا 3 دقايق. اوكي. اول حاجة قفلت الفيديو اللي انا كنت بذاكر من عليه. المستر كان عامل مراجعة كده على التاريخ، بس صراحة ما كنتش حابة المراجعة دي خالص. ما عجبنيش شرحه وكده وتنظيمه مش منظم كده. فانا رحت بقى قلت اذاكر انا مع نفسي، ودي اول مره اذاكر مع نفسي. انا دايما بذاكر مع ماما، مع فيديو اي مستر شرح كده اونلاين. بس صراحه اكتشفت ان المذاكره لوحدك احلى بكتير واوفر بجد، اوفر وقت كده، فاحلى صراحه. فذاكرت مع نفسي. اوكي. ذاكرت الدرس وعملت ايه، وعملت التواصل. هنزله لكم على قناة الواتس، اللي مش عامل فولو هناك يروح يعمل. انا هحط لكم اللينك بتاعها في اول كومنت مثبت، روحوا اعملوا فولو. بنزل حاجات يعني مهمة. اوكي. فهنزل لكم دي ان شاء الله. ودي وهي عاملة التواصلات، كل التواصلات في بلاد العراق، في تواصل اقتصادي وديني وثقافي وكده يعني. فكده انا خلصت الدرس الاول اهو، الدرس الاول تاريخ. دلوقتي بقى انا هاخد بريك وبعدين ارجع نشوف هنعمل ايه. هاي دلوقتي انا بعد ما اتغديت هنبدأ ماي براذر. هنلعب بقى كوتشينة انا واخويا. انا عايشة حالة حب مع نفسي بجد والله. النهاردة بجد اليوم تحفة، بسم الله ما شاء الله. من ناحية الفرح، من ناحية الانجاز، هو وسط بس الحمد لله يعني كويس الى حد ما. يعني كل يوم ممكن اذاكر مثلا حاجة بسيطة قوي، يا اما ما اذاكرش خالص. فالنهاردة يعني الحمد لله، الحمد لله. اهو دلوقتي بقى هنلعب كوتشينة. اوكي هنلعب لعبة ايه؟ الأرض. اوكي هنلعب لعبة الأرض اللي هي بنحط 4 هنا وبعدين كل واحد ياخد 4. هي دي. اهو دلوقتي 4 اهو، ودول بتاع أخي ودول بتوعي اهم بتوعي. يلا العب. اليوم ده كان مختلف شوية، كنت حاسة اني عايزة ابقى مع نفسي بس.
من غير ضغط ومن غير دوشة. فقررت ادي لنفسي وقت حتى لو بسيط اهتم بيها واعمل حاجات بحبها، مش عشان حد ولا عشان ابان بشكل معين، بس عشان انا محتاجة ده. كنت باخد بالي من التفاصيل الصغيرة، الحاجات اللي بتهديني واللي بتخليني مرتاحة. ويمكن لأول مرة حسيت اني قريبة من نفسي كده، من غير ما استنى حاجة من حد ولا استنى حد يخليني مبسوطة. كنت عايشة اللحظة بس ومبسوطة بيها. واتعلمت ان ابسط حاجة ممكن تفرق لما تبقي انتي مهتمة بنفسك بجد. بلاش تهتمي بحد بيضايقك، ركزي في نفسك وبس، وابعدي عن اي حاجة بتتعبك. انتي اولى بكل طاقتك، فبلاش تركزي مع اللي بيضايقوكي او اللي عايزين يوقعوكي، وقربي من الناس اللي بيريحوكي. كده كان خلص الفيديو. نمت بقى بعد ما عملت اللي انا نفسي فيه. وبجد اليومين دول كانوا تحفة، مع اني ما ذاكرتش فيهم كتير، بس بجد كانوا حلوين قوي. وبس كده كان خلص الفيديو. اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك كومنت شير سبسكرايب وبس. باي.